لأهل الشر. كلامي في الفيديو ده لأهل الشر، الناس اللي بتنفخ في النار. الناس اللي بتنفخ في النار هم عارفين شكلهم وعارفين أساميهم وعارفين نفسهم، وكل سنة يوصل النادي الأهلي للنهائي ينفخوا في النار. وقال إيه؟ قلبهم على النادي الأهلي ولاعيبته، وبالنيابة عن جماهير النادي الأهلي طبعا بقى بيركب جناحه وبيطلع على صفحته وينفخ في النار ويقول لك بالنيابة عن جماهير النادي الأهلي احنا اسفين للي حصل للاعيبة الوداد. زي ما يكون بيقول للي ما عرفش اعرف، بيقول للي ما عرفش اعرف. القلة البسيطة اللي هتروح تقول ان مثلا كام فرد من جماهير النادي الاهلي حدف ازازة على لاعيبة نادي الوداد اللي استفزت جماهير النادي الاهلي، هيروحوا يقولوا الكام ل 10 20 30؟ لا، انت بتوصل لكل شعب المغرب بكلامك ده ان لعيبه المغرب اتعرضت لهجوم من جماهير النادي الاهلي عشان تنفخ في النار ونعيد القاره، وتروح لعيبه النادي الاهلي خايفه من اللقاء، فبالتالي بينزلوا مهزوزين، فبالتالي بتروح البطوله. اهل الشر بينجحوا في كده، اهل الشر بينجحوا في كده. وخلي بالك، خلي بالك، لو حتى جماهير النادي الاهلي ما كانتش عملت اي حاجه هو هيصطنع مشكله حصلت في وحي خياله بين لعيبه الوداد وجماهير النادي الاهلي، ويطلع يقول ده حصل كذا وكذا وكذا واحنا بنعتذر للشعب المغربي واحنا روح منك لله يا شيخ، روح منك لله، وربنا يديك على قد نيتك. منك لله، لان انت بتصنع الفتنة وانت تستحق انك تكون اهل الشر. واهل الشر يا ويلهم، يا ويلهم عند ربنا، يا ويلهم عند ربنا. بلاش بقى تطلع وتورينا ان انت ملاك بجناحة وبقيت اهلاوي فجأة وقلبك على لعيبة الاهلي واحنا زعلانين ان يعني معلش سامحونا وعاملوا لعيبة الاهلي كويس لا، ده انت كده بتقول لهم، انت كده بتوصل لهم رسالة ان لعيبة نادي الوداد هنا تعرضت لاهانة، ومفيش حاجة من ده حصلت. مفيش حاجة من ده حصلت لجماهير، رسالة لجماهير الوداد المغربي. لعيبة نادي الوداد استقبلت احسن استقبال، ومفيش اي كلام من ده حصل باستثناء بعض من جماهير النادي الاهلي القلة المندسة اللي اكيد لا ينتمون للنادي الاهلي، لا ينتمون للنادي الاهلي، بس هم داخلين عايزين يعملوا واقعة او فتنة. وهنا جماهير النادي الاهلي اللي بتنساق لتلك هذه الامور بسهوله متناهيه. يعني انا واحد زملكاوي اجي البس تيشيرت النادي الاهلي واقعد في وسطكم واقعد اشتم في اللعيبه واسخنك تشتم معايا واسخن اللي جنبي يشتم معايا ورغم كده بينجحوا في كده، بينجحوا بانهم يستدرجوا جماهير النادي الاهلي ان هم يغلطوا. وبعدين بعد المباراه كمان، يعني بعد المباراه بيوصلوا رساله هنا لجماهير نادي الوداد ان المعامله تبقى بالمثل. زي ما لعيبه الوداد بيتعامل فيها كده اعملوا كمان انتوا في لعيبه النادي الاهلي كده. خطتك مهروشه يا بيه، خطتك مهروشه. اتقي الله، اتقي الله، لان انت